توافر الدماغ دي حالة عندي وعندك وعند معظم الجنزي، وانك بقيت غبي مع انك لا انت ذكي عادي. البرين روت، وده مصطلح طلع من جامعة اكسفورد ومن اكتر من هيئة علمية تانية، وده بسبب الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا. وده بقى ليه عدة حلول، اولهم انك تقلل استخدام السوشيال ميديا او تستخدمها بشكل ذكي. وانا بقى عملت لك مثلث عشان تستخدم السوشيال ميديا بشكل ذكي. اول حاجه قاعده المثلث، وده الجزء الاكبر بنسبه 60% تقريبا، وده هيكون محتوى هادف في اي مجال تحبه. بقى تاني حاجه الجزء اللي بعده هو 30%، وده هيكون محتوى ترفيهي ولكن هادف. والجزء الاخير هو بنسبه 10%، وده اي حاجه عايز تتفرج عليها بقى. تاني حاجه بقى انك تاكل اكل صحي ومتوازن غني بالمعادن والفيتامينات. تالت حاجة والأهم إنك تنام كويس. طبعا في حاجات كتير قوي زي القراءة والكتابة والرياضة بكل أنواعها، وعشان تاخد أول خطوة في العلاج روح ودور واعمل سيرش واعرف إيه هي الحاجات التانية كتير بقى.